يعني بنحب ناس زمان، وبنحب حكم اهالينا بتوع زمان، بنحب حكم اجدادنا واهالينا اللي يمكن ما كانوش احسن ناس ولا احسن تعليم ولا احسن ثقافه ولا متطورين زينا، لكن كان عندهم من الحكمه والرزانه والعقلانيه في الحكم على الامور ما يكفي ان هم يدونا حكم فعلا لازم نتعظ بيها. يمكن احنا كشباب ما بنحبش ان احنا نسمع الكلام دوت او ما بنقتنعش بالكلام بتاع اجدادنا ده الا لما فعلا بنتعرض لموقف يخلينا نستشعر قيمه الكلام ده ونعرف معناه كويس قوي ونعرف اهميته. يمكن اجدادنا زمان واهالينا زمان قالوا لنا الصديق وقت الضيق، وقالوا لنا صاحبك بيبان وقت الشده. قالوا لنا كمان ان الاخلاص ما بيطلبش، وان الشدائد او الشده بتبين معادن الرجال. بالبلدي كده كانوا بيقولوا لنا الكلمه دي. شده مهمه جدا والازمات ضروريه جدا لانها بتعرفك صديقك الحقيقي واللي فعلا بيحبك من صديقك المزيف. طول عمري مؤمنه ان مصطلح ابن النادي ده مش مصطلح زيف ولا مصطلح كليشيه، مش مصطلح بيتردد كده وخلاص. يمكن مصطلح ابن النادي ده حتى دلوقتي في زمن الاحتراف والملايين والفلوس اللي بقت خلاص يمكن هي دي لغه العصر حاليا، لكن برضو لسه في ناس ينطبق عليهم مصطلح ابن النادي، لسه في ناس المخلصه والوفيه، لسه ممكن كمان نقول ان في ناس يمكن عندها الحد الادنى من احترام العشره، صيانه علاقه سنين مع الجمهور اللي عمل اساميهم وصنع شهرتهم وخلاهم نجوم كبار مطلوبين في الميديا وفي البرامج وفي الاعلانات. طيب حد هيجي يقول لي هو ايه تعريف مصطلح ابن النادي؟ مين هو ابن النادي؟ مين اللي يستحق انه يطلق عليه لقب ابن النادي؟ الحقيقه ان السؤال ده اجابته ملايين من المواقف اللي فعلا تثبت لك مين هو ابن النادي. طيب هل ابن النادي ده هو اللاعب اللي اتربى في النادي ونشأ جوه النادي وطلع من خلال فرق الناشئين في النادي لحد ما مثل الفريق الاول؟ هل هو ده اللي يستحق ان هو يطلق عليه ابن النادي؟ ولا لقب ابن النادي ده بيطلق على اللي بيطلع يبوس التيشيرت ويبوس الشعار بتاع النادي ويعمل الشو اللي بيتعمل ده ووقت الاحتفالات ويحسسك ان هو اكتر حد قلبه على الفريق وعلى النادي اكتر من الجماهير اللي يمكن تكون موجوده في المدرجات؟ هل هو ده كمان ابن نادي؟ الحقيقه انه انا في اعتقادي لا ده ولا ده، مش هي دي صفات ابن النادي. يمكن دي تكون كلها صفات شكليه، لكن تظل في النهايه محل اختبار. يمكن دي تكون محل اختبار لحين ما يتعرض اللاعب لموقف فعلا يبين لك معدنه، هل هو يستحق فعلا ان هو يكون ابن النادي؟ بس الموضوع مش موضوع وقت الشو ووقت الانتصارات، وقت الفرحه ان انا اطلع اهلل مع الجماهير وابوس التيشيرت واعمل الحركات ديت فدي تثبت ان انا ابن النادي، ولا ابن النادي اللي لازم يكون موجود في النادي من وهو صغير وطلع تدرج في فرق الناشئين لحد ما لعب في الفيرست تيم. مش هي دي صفات ابن النادي. ابن النادي ما يكونش ابدا بالكلام، الموضوع والمصطلح ده اكبر بكتير من الكلام ده. ابن النادي بيبان وقت الشده وبيبان وقت الضيق. يمكن لو هنتكلم على ابناء النادي ففي كتير ممكن نقول عليهم ابناء نادي الزمالك، ولاد نادي الزمالك. يمكن لو هنقول مثلا على مثال كابتن عبد الحليم علي واحد من ابناء النادي، رغم ان هو مش من قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، لكن كابتن عبد الحليم علي واحد من اللعيبه اللي اخلصت فعلا لتيشيرت نادي الزمالك، اخلص بما يكفي ان هو يخليه يستحق يتقال عليه ابن النادي بصرف النظر بقى عن نشأته الكرويه. لما اقول ابن النادي هفتكر على طول كابتن محمد عبد الشافي. صحيح كابتن محمد عبد الشافي بدأ مشواره ضمن ناشئين نادي الزمالك، لكن هو بعد كده راح انبي ولعب مع انبي موسمين، بعد كده راح غزل المحله قعد هناك 4 سنين، وبالتالي لما جه لنادي الزمالك في 2009 كانت صفقه احترافيه بحته. لكن الراجل ده اثبت بالسنين وبالمواقف انه يستحق فعلا انه يكون ابن النادي. زي ما قلت عمر مصطلح ابن النادي ده ما كان وهم ولا شو ولا كان مصطلح بيبيع الهوا في ازايز. صدقوني مصطلح ابن النادي ده مصطلح سليم 100% وحقيقي، مش عايزين حد يشوهه، لكن المصطلح ده عشان يتقال في محله محتاج لاختبارات حقيقيه تثبت معدنه، هل معدنه اصلي وغالي ولا معدنه فالصو ومزيف. يمكن اهم صفه عند ابن النادي عشان يتقال عليه ابن النادي فعلا ان هو يقف جنب ناديه في وقت الازمه، في وقت الشده، قبل وقت الفرحه والانتصارات والبطولات. لكن دي اهم صفه لابن النادي. وزي ما ابن النادي ده واجب عليه ان هو يصون جميل الكيان اللي صنعه وخلاه نجم مطلوب من النادي الفلاني والعلاني والناس عايزينه، خصوصا لما ما يكونش بس يا جماعه ابن النادي، لا ده كمان والده هو واحد من اللي النادي صنع نجوميته
ووقف جمهوره جنبه في اشد المواقف واصعب المواقف، حتى لما كان مدرب لمنتخب مصر في جهاز مستر كوبر وبعيد عن نادي الزمالك برضه جماهير الزمالك كانت في ظهره. وعشان كل الحاجات دي وكل التفاصيل دي الحقيقه احنا من هنا بنساند وبندعم اداره الكره داخل نادي الزمالك، وبندعم مستر اسوريو على قرارهم الاحترافي في التعامل مع ملف ابن النادي سابقا يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه مش عايز يكمل في الزمالك، فبالتالي انت لا تستحق انك تتدرب ولا تشارك مع فرقه الزمالك. وللاسف انت ما استحملتش ظروف الزمالك في وقت الشده. ما ينفعش تكون مع الزمالك في وقت الخير والانتصارات والبطولات وهتافات الجماهير، وقت الشده تخلع وتقول انا مش مكمل. مش هو ده ابن النادي يا يوسف. شكرا ليك يا يوسف، ربنا يوفقك، انت خلاص اخترت طريقك، وافتكر انه ده حقك وحق كل اللعيبه، زي ما الجمهور برضو من حقه ان هو يحب ويدي للي بيخلص وبس. اللي بطلبه من كل جماهير نادي الزمالك حاليا اقفلوا الصفحه دي تماما، خلاص مش عايزين نتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. صحيح احنا كنا مستنيين، يمكن اللي مضايقنا ان احنا كنا مستنيين موقف مختلف تماما تحديدا من الكابتن الكبير كابتن اسامه نبيه، اللي كان واجب عليه ان هو يعرف يوسف انه اللي عمله حاليا ما كانش يصح، ان هو ما ينفعش يتخلى عن الزمالك خاصه في الوقت الحرج اللي احنا بنمر بيه. لكن زي ما قلنا خلاص ده اختيارهم، هم حرين في اختيارهم. وفي النهايه كل لاعب بيشوف مصلحته، هو شايف ان مصلحته في نادي اخر وهو حر. احنا كمان كجماهير لنادي الزمالك احنا كمان احرار في مشاعرنا. كل التوفيق ليوسف اسامه نبيه، نقطه ومن اول السطر نقفل على الموضوع ده.